السلام عليكم، يا هلا مرحبا فيكم. كل يوم لنا قصة وسالفة. الله يعين جماعة. أنا في سالفة صارت لي نص شهر 5، والله العظيم تكرقع بقلبي. مرات يقول لا طاف، مرات يقول لا بقولها، مرات يقول طاف. يا أخي الضمير يأنبني، أهم شيء الضمير والله يأنبني. جماعة تعرفون عندي فرقة شعبية، كانت عندنا زفة معرس فندق جراند حياة اللي هو مجمع 360، تعرفون عداد السادس. مع كل احترامي لإدارة الفندق ومع كل من يعمل في هذا الفندق من كبير إلى صغير، ولكن الشخص اللي يسيء، الفرد اللي يسيء ما يسيء للدنيا كلها، يسيء لنفسه. تعرفون يا جماعة، أنت أول ما تيجي الفندق تصفط، إحنا أنت عارفين فرقة وهذه نصفط في قاعة حق المخصصة حق العرس، فمرينا حق الحريم، فصفطنا يجونا كذا اللي بيصفطون السيارة، تعال احنا نصفط لك السيارة وكذي. لا ما في مكان، ما في مواقف، ما نعرف، فنعطيه السيارة ياخذها. خذها واحد من اخواننا الجنسية العربية، خذ السيارة وعطاني الكارت، فخذ السيارة وين؟ صفطها بالمصافط. بعد ما خلصنا الزفة ومعكم بالطويل على قولتهم، باختصر لكم الموضوع، واحنا طالعين هم راح يجيب السيارة واحد ثاني، اعطيته الكارت راح يجيب السيارة، جاب السيارة والله عني. تعرفون ناخذ ماخذين حسابات من الزفة، وحسبت الشباب، وهذه بقى فلوس اللي عندي حاطهم هني بجيبي اللي فوق. زين، قسما بالله يا جماعة تعرفوا يعني، حتى هذه نصيحة للكل، وخاصة الحريم والبنات، لأن هذا صار مخصص حق الأعراس والحفلات المكان هذا. يعني تخيل اذا المرأة اكيد يعني ما تاخذ جنطتها ولا شيء، لابد ان تخليها بالسيارة. البوك اللي فيه مثل فلوسها وهوياتها ما راح تاخذها تحطها بالصالة وحريم وناسة وسوالف وهذه وعشاء، يعني مو معقولة تنسى البوك ولا شيء ولا يطيح منها وتصير سالفة طويلة. فتخلي بالسيارة امان واحترام. انت في فندق، يعني فندق كبير، اكيد الفندق امان اكثر من انك يهتمون الفنادق يكونون حريصين على شغلهم وامانهم، وانت يعني تعطيه السياره وتشوفه ودي، يعني انت مرتاح نفسيا. قسما بالله يا جماعه، انا تعرفون كانت البنزين فيها اقل من ربع، فانا طالع من الفندق الساعه 12:30 وكذي، ما شيكت البوك حاطه بالدرج، وانا طالع قلت وصلت البنزين بترس بنزين بتشيك، قلت خلينا ناخذ البوك يمكن فيه خلده ما اخذت. تعرف البنزين تفويلته 7 دنانير 7.5 8 دنانير. قلت عندي خده، طلع من البوك، ولقيت البوك يعني متغير مكانه، وبعض الهوات اللي عندي منطشره داخل الدرج. شو السالفه؟ شو منطشره رايحه، وبطل البوك ما لقيت اللي فيه الا الدينار. تخيلوا انا كنت حاط 50 دينار وفي خرده، يعني 53 54 ما اتذكر، 53 54 كذي. تخيلوا قسما بالله ما لقيت الا الدينار. يعني هذا اللي خذاهم، خذ الفلوس وقال صدق يمكن شاف السياره ما فيها بنزين، فقال ها خلينا اكسب اجر فيه، عقل المعايير تطفي في السياره، خلينا نخلي له الدينار يبي فيه بنزين. تفكيره يمكن كذي. وهم الجنسيه العربيه، يعني اثنينهم اللي داش. فانا ما ابي اني ارد له واسوي لهم سالفه، ودقت عليه كم واحد من ربعي قاعد ارد لهم، قلت عشان ارد لهم الحين بيحلف لك، يعني يقولون يا حرامي يحلف قال جاني الفرج، يعني بتقول قال كلها مو انا، والثاني بيقول مو انا، وتظل امانه ويحلفون، وهذا شيء استفدت ما استفدت شيء، بس عفسه ولا لو باخذ فلوس. هي مو قصه الفلوس، يعني الحمد لله على كل حال، عسى الله يزيدنا ويزيدك. لو واحد عنده دينار يقول هذا من فضل ربي، ويشكر الله ليل ونهار، الحمد لله، وكلنا عندكم خير وعندنا. ولكن مو المساله هذه، المساله يعني دير بالكم، ونصائح خاصه للبنات وللحريم، وبعض الرجال اذا كانوا يجون حفلات من الحفلات القاعات هذه، فلا تامنون بحد، خاصة إذا هم يأخذون سيارتك ودي سيارتك، يعني بمعنى الثقة، يعني هذا بيومها يعني كم مرة أو كم بنت خذ من عندها، خاصة اللي حاطة جنطة، حاطة البوك داخل الجنطة، أكيد بطل خذ منه شوي. ما شاء الله كان في حضور، يعني العرس ما شاء الله متروس، يعني وايد بنات وحريم وكبار بالسن وصغار وكذي. يعني تخيل لو إن افترضنا 150 وحدة موجودة بالعرس، 150 مرة موجودة بالعرس، لو 50 يقول سامحهم صار طيب ما لحق عليهم. لو ماخذ من 100 وحده، وكل وحده ماخذ منها شوي وشوي شوي، كم طلع عليها؟ حاسدينه؟ ايوه حاسدينك، لانك انت حرامي. فاقول لكم والله لا حول ولا قوه، صدمني. وانا اول مره تصير فيني، ياما رحنا فنادق ومجمعات، صوتنا السياره وعطيناهم وردينا، الحمد لله فلوسنا مضمونه. حتى طلعنا برا سافرنا فلوسنا الحمد لله موجوده، ولكن وصلت لهذا الانسان هذا ما يخاف الله وحرامي. فانا والله هذا شيء نصيحه، وهي شغله ضمير كانت تقرقع بقلبي، حبيت اقولها. ولكن والله لم اقصد اساءه لاي شخص او لاي جنسيه عربيه، ولا ترى كلهم اخواننا وربعنا، وقعدنا وياهم وضحكنا ولنا علاقات مع كل الجناسي.
والله العظيم. وإدارة الفندق يعني والنعم فيهم كلهم، لو يدرون بالشيء هذا أكيد ما راح يرضون. بس ولكن انتبهوا يا إدارة فندق جراند حياة المجمع 360، ديروا بالكم ترى في واحد حرامي، واحذروا من ذيله، احذروا من عندهم. يعني حرام قاعد يسوءون للفندق، يسوءون للمعاملة لهم، تظل الناس ما تثق بالفندق والعاملين على هذا المكان المخصص للسيارات. فالحمد لله على كل حال نقول، فوالله مجرد نصيحة للكل، دير بالكم منهم. الفندق هذا ولا غيره، واحد لا يأمن، اخذ بوكك معك، حط فلوسك بعد، لا حول ولا قوة. والله ما خلال الدينار من 50 دينار مثل ما قلت لكم، من 50 دينار كاشخ فيهم طاروا، والله طاروا ما خلال الدينار. يا الله اهم نعمة دينار زدنا استفدنا في حق البنزين. يلا على العموم الحمد لله على كل حال، اسال الله يحفظكم ويحفظنا.